السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنا كده هنعمل ايه؟ ممبار. معانا رز وشبت وبقدونس وتخديعة وشوربة دجاج وطبعا ملح، وده الممبار بتاعنا اللي كنا منضفينه ساعة العيد. طبعا هنا انا نقعته في مية، عندنا فلفل الوان وبصل. الكبة بتاعتي الحلوة دي هحط فيها البصل كده والفلفل الالوان وهضربهم ضربة خفيفة، مش ضرب ناعم قوي. وايه هكسر بس كده يبقى ايه قطع كده صغنونة. كده بصوا، هي الضربة دي كده. بصوا بقى بالشكل العسل ده. ده بقى التخديعة والرز والخضرة. هنا كده هنزل بيهم بيعلي التست معايا قوي. هنا كمون. بحب احط كمون في حاجات المحشي كده بيبقى جميل قوي. وده 7 بهارات وشرباية دجاج وملح. دي كده الخلطة بتاعت الممبار بتاعتي. وبألف هنا والشفا، كان في حتة تانية خالص. هحط له بقى زيت كده علشان يكون ايه، الرز كده والحاجات دي يتزحلق معايا في الممبار، ما يغلبنيش في الحشو. وكان احلى ممبار كده. بصوا الخلطة بتاعتي بالشكل العسل ده. بصوا ما شاء الله جميلة جدا. بصوا هنقص كده ايه، هي عامة ما فضش ولا حباية رز. هفضي كده الرز ده كده. ليه بقى؟ علشان لو فاض رز ما يتزفرش معايا. لان انا هحط الممبار. بصوا انا بعبي بالطريقة دي كده. يعني بحط كده بسنده كده، بفتحه بصباعيني وبعبي بالايد التانية. دي الطريقة اللي بعرف اعبي بيها. في طريقة تانية في اول فيديو ليا، حماتي ربنا يديها الصحة هي اللي كانت بتعبيه بطريقتها هي. انا بصراحة ما بعرفش اعمل بطريقتها، فبعبي كده. بيتهيألي ده اسرع او اسهل بالنسبة لي، او دي الطريقة اللي اتعودت عليها. بس كده بنفضه من الرز، بحطه كده لحد ما احشي الكمية كلها بتاعتي. عامة انا مش هحشي الا 2 معاكم بس. وهكمل انا بقى الباقي بره التصوير، عشان يعني الفيديو ما يطولش اكتر من كده. فاهمين يعني؟ بصوا كده ما شاء الله، ما فيش حباية رز فاضت. يعني ما شاء الله ما شاء الله. يعني مقدار مظبوط 100%. وانا مش بحب الممبار بتاعي يكون معبي كده رز، لاني بنفضيه. فبعبيه ايه حاجة بسيطة. عشان لما بيجي يستوي بيتملي رز. هنا كده بصوا ما شاء الله الرز بتاعي كان خلص والكمية بتاعتي كانت خلصت. فبحطه كده في الصينية بتاعتي لحد ما المية بتاعته تغلي. اوريك الوقت المية بتاعته هتغلي ازاي وبالطريقة ازاي. كان حكاية بجد، حكاية كده. دي الكمية بتاعتي كلها. دي مية كده على النار. دي اللي هحط فيها دي ملح وورق لورا. وهحط فيها كده مغرفة صلصة او مغرفة تخديعة. التخديعة بتاعتي دي عبارة عن بصل بتبله على النار، بروح طشه بيه الطماطم واسيبه يتسبك. دي تخديعة المحشي المعتمدة في اي مكان. وفي ناس بتعمله ني في ني، بس انا مسبك بالنسبة لي يكون احسن. هنا كده ده ايه القراقيش اللي هو الزور والكرشة والفشة بتاعتي. وايه والحتتين الممبار دول انا سلقاهم كانوا تخان كده، فسلقتهم عشان اقطعهم معاكم. هنعمل بقى الكرشة بتاعتنا بطريقة جميلة جدا. معانا قرفة خشب، كمون، طبعا جوز الطيب وورق لورا وملح وفلفل اسمر ده طبعا يعني. وشوربة دجاج كده ممكن ما تحطهاش عادي. ده كده التوابل بتاعتي. هنزل بقى في مية سخنة بالحاجات دي علشان اطلع منها التلج بتاعها، واخليها ايه التلج يطلع كده. وايه والحته هي عامه الحاجه بتتحط في الفريزر بتجمد شويه. هنا بصوا كده ده فلفل الوان وبصل ضربناه برضو في الكبه. حطينا عليه كام طماطمايه اللي احنا ضربناهم دول. نحط التوابل بقى الحلوه بتاعتنا. حته قرفه كده خشب، ورق لورا. بننزل بالتوابل بتاعتنا على الحاجات الحلوه دي. كان يوم بقى بسم الله ما شاء الله توابل شوربه. اللي هي توابل الشوربه دي بيبقى فيها 7 بهارات والتوابل بقى على بعضها. وهنا دول حبة بابريكا عشان يخلوا الطماطم بتاعتي تحمر كده، عشان الطماطم بتاعتي مجربة. وده الفلفل الاسمر ما كنتش لسه حطيته في البرطمان.
وحبة جوزة الطيب كده، حبة صغيرين مش كتير، وبنزل بالملح بتاعي. طبعا الملح ده لازم بتكوني مخليه حاجتك اقل ملح، علشان ما تلاقيش الحاجة حادقة منك زيادة عن اللزوم. لما تلاقي اقل ملح انت بتزودي الملح. دول بقى حتة الخبز بتاعتنا. حطيت ايه؟ حبة سكر كده صغيرين، دول 7 بهارات. حبة السكر دول، الطماطم بتاعتك حادقة. الطماطم بتاعتك انت معدتك بتتعبك وبتعملك حموضة. حبة السكر في الطماطم ما بيخلوش اي حموضة خالص، وبيخلوا الطماطم مسكرة كده، بتبقى تحفة بمعنى كلمة تحفة. هنا كده دي التغذية بتاعتي، حطيت منها معلقتين 3 بس، مش هحط اي حاجة تاني. ده كده حاجة الكرشة بتاعتي جاهزة معايا. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ اشوف دلوقتي حاجة الكرشة بتاعتي. ده الممبار بتاعي سقطناه في المية بتاعته اللي احنا ايه عملناها مع بعض. بصوا مش مليان اوي ازاي. هنا الحاجة دي بتاعتي لسه هتغلي بقى، فهسيبها تغلي بتاع حوالي 5 دقايق كده على النار، علشان خاطر ايه؟ تستوي. اطلع منها قصدي التلج، والسنة اللي بتاخدها في الفريزر برجعها ترد فيها تاني. هنا كده بصوا بغسلها بعد ما ايه، ما صفيتها في المصفى بتاعتي. بغسلها كده زي ما انت شايفة معايا. ده الممبار اللي هو القطع السليمة. بصوا دول كانوا قطعتين تخان ما بيستووش معايا بسهولة. هنا بقى هعمل ايه؟ هنزل بقى بكل التتبيلة العسل اللي احنا عملناها دي في الحلة بتاعتي. دي كرشة الطباخ يا جماعة، اقسم بالله كانت في حتة تانية خالص. دي الكرشة دي بقى الممبار اللي احنا قطعناه، اللي هما كانوا صباعين تخان دول. وهنزل بقى بكل الكلام الحلو ده كده على بعضه بالشكل ده، وهقلبها واحطها على النار. فيها اي اضافات تاني؟ لا ما فيهاش. انا كده زي الفل وتمام. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة لمطبخ السعادة. ويا رب تكونوا دايما في سعادة يا رب، ومن سعادة لسعادة لسعادة اكبر على قلوبكم، وربنا يسعد الجميع يا رب. هنا كده هغطيها واسيبها. الممبار بتاعي طبعا بصوا بقلبه كده. اول حاجة بعملها الممبار. هنا بقى انا بزود بقى ايه، حركة كده برضو، بزود بالشوربة بتاعت الممبار الكرشة بتاعتي بعد ما استوت. والله كان حكاية بجد. كان ما شاء الله جميل جدا. بصوا هنا بحط زيت وهحمر طبعا الممبار بتاعي. طبعا كان بيطقطق كده وبيعمل حاجات خطيرة بصراحة. بصوا بالشكل الجميل ده، بألف هنا والشفا لكل اللي كل منه. وكان اللهم بارك اللهم بارك، كان طعمه حكاية. هنا كده بعد ما ايه حطيت بقى عليه البقدونس كده وظبطته بصراحة. هنا دي كرشة ومخلل. آه وهنا طبق كرشة تاني. ده بقى ايه؟ البهاريز اللي طالعة من الحلة بتاعت الممبار، احنا بنعشقها ناكلها بالمعلقة. واقول لكم مع السلامة، وانتظروني في فيديو جديد.